السلام عليكم. اليوم ان شاء الله يا ربي غنحاول نعدل مع بعضياتنا واحد الشوربه ديال القرعه حمراء. هاد الشوربه اللي هي كتجي لذيذه وواحد المذاق كريمي واجدي وكتعجب الناس الكبار وكتعجب بالخصوص العيال الصغار. العيال اللي كيبغيوش ياكلوا الخضر، هاد الشوربه كتعجبهم اغلبيه العيال، كيعجبهم يشربوها لان كيجي فيها واحد الملمس اجدي وكريمي، وحتى على مستوى المذاق كتكون لذيذه. لهاد الشوربه غنحتاج ان شاء الله نص كيلو القرعه حمراء، واحد القرعه خضراء حبه وحده اولا اكثر، جوج خيزوات مقشرين قطعين، بطاطا، واحد البصله من حجم متوسط. غنحتاجو ملحه، يبزار، وشويه ديال الكوزه المذاق ديالها كيتواسى بشكل مزيان مع القرعه حمراء. بالنسبه للمواد الدهنيه نحتاجو ربع كاس ديال الزيت العود مع شويه ديال زيت رومي، ومن بعد نحتاجو جوج ديال القطع ديال الفرماج كريمي، اولا نحتاجو واحد كاس صغير ديال الاجداد الطريه لا كريم فريش. انا بالنسبه لي ما توفرتش عندي لا كريم فريش، وسبق لي جربتها بهذا الفرماج هذا اللي كريمي كتجي لذيذه بزاف. اذا اول خطوه ان شاء الله كناخذوا واحد الانيه كنحطوا فيها شويه الماء، كناخذوا هاد القرعه حمراء من بعد ما كنكونوا طبعا غسلناها نحاولوا نقطعوها الى قطع صغيره. الصراحه دغيا كطيب لان القرعه نتوما عارفين هي كطيب. اذا كنقشروا هاد القرعه كنحيدوا لها هاد القشره هذه اللي غليظه ما عندناش حاجه فيها، ثم كنقطعوها قطع كما بغيناها. من بعد كنزيدو القرعه، واحد القرعه وحده الا توفرت، ما توفرتش ماشي مشكل. خيزو، قطعوها قطع غير متساويه لان هادشي كامل غيتطحن ان شاء الله يا ربي بعد ما يطيب مزيان. ثم كناخذوا هاد البصله كنشنوضوها بهذا الشكل هذا كما بقينا. اخيرا كنزيدوا واحد البطاطا. هي الوصفه الاصليه عاده كتعدل بقرعه حمراء وحديتها، ما كنزيدوش معها شي خضره اخرى، وكتكون مع الاجداد الطريه وكتجي كريميه، ولكن هذه كتجي نسبه دهنيات مرتفعه فيها. بهذه الطريقه هذه هي كتجي مزيان. كنزيدو ربع كاس ديال الزيت دابا، يمكن نزيدوه دابا يمكن حتى نطحنوها ماشي مشكل. نزيدو دابا كنزيدو ملحه على حسب الذوق، الابزار، واحد شويه ديال الكوزه، وكنوضو هادشي كامل يطيب في البوطه من بعد ما كنحركوه. طبعا بالنسبه لهاد المربعات الكريميه او الاجداد الطريه على حسب شنو اختارنا، غادي نزيدوها على هاد الشوربه من بعد ما نطيب ونطحنوها ان شاء الله يا ربي. من بعد ما طابت الشوربه كناخذوها كناخذ واحد الخلاط اذا كنطحنوا الشوربه مزيان ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كنطحنوا الشوربه كنوليو نزيدو هاد المربعات كاملين
كنعاودو نخدمو حتى كيذوبو تمام. بعد ما كنطحنو الصوبه كنحطوها فوق العافيه، نخليوها تسخن شويه لان كنكونوا بردناها باش نطحنوها. بعد ما وجدت الشوربه ديال القرعه الحمراء غنافقوها بواحد القطع ديال الخبز نحمروها في الفران. وباش نحمرو هذا الخبز غنحتاجو شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال السحتان. غنخلطو السحتان مع واحد الكميه ديال زيت الزيتون ونحركو مزيان حتى يتكون لنا واحد الخليط نوعا ما متجانس. نحاولوا غادي ندهنوا بهذا الخبز باش ندخلوها، ندهنوا بهذا الخبز باش ندخلوها الفران. انا اخترت خبز ديال الزرع باش نرافق به هاد الشوربه. الا خدينا كومير بيض كيجي الشكل ديالو احسن والمذاق، ولكن هذا كيكون صحي اكثر. اذا كندهنوا غير الوجه واحد بالسحتان وزيت العود وزيت بلديه، كندخلوه الفران. هاد السحتان صحي في الصراحه. هذا هو الشكل ديال الشوربه ديالنا من بعد ما وجدت. كاضافه يمكننا نضيفوا واحد شويه ديال فرماج احمر على وجه الشوربه. نتمنى تعجبكم وتدعموني بلايك وتشتركوا في القناه ديالي. بصحه وراحه.